بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا فنان. شوف الناس فين تلاقي بطل مسلسل يطلع يقول لك كل سنة وانت طيب بنفسه. هو ده الفنان الملتحم مع الجمهور من قلب موقع التصوير. صادق. لا من غير ما تقول بقى، باين عليك، ما القميص باين اهو، بس فين البلوفر؟ مسلسل افراج النهارده نص رمضان تقريبا بيمر، وانا جات لي نسب المشاهده كلها من كل الشركات المعتمده، كله بالادله. كل الفنانين بيطلعوا يتكلموا بقى ايه عن المنصات والمسلسل بتاعي رقم واحد، لكن الفنان عمرو سعد مختلف، ده معاه ورق مسلسل افراج هو رقم واحد، وزي ما حضرتك شايف الورق اهو دليل على كل حاجه. 3 شركات مختلفه اللي بتقيس يعني اكبر نجاح واكبر نسب مشاهده. مش محللين عند معمل واحد، ده 3 شركات بتقيس نسب المشاهده وبتقيس نجاح المسلسلات. وريني كده يا فنان. والله اعلى نسبه مشاهده فعلا. المفاجأة الجميلة بالنسبة لي بس إن مسلسل الإفراج كان محقق أكبر نسبة مشاهدة على الإطلاق بفرق ضخم جدا. لا كمان مسلسل الإفراج بيحقق معاكم وبيكم بفضل الله أكبر نسب مشاهدة تقريبا في خلال ال10 سنين اللي فاتوا. لا بقى ثواني بس، احنا نعدي دي عادي. أعلى نسب مشاهدة من 10 سنين؟ لا ده كده وسعت قوي يا فنان. يعني أنت عايز تقول لي إن المسلسل بتاعك أعلى نسب مشاهدة من مسلسل مستر إكسلانس بتاع محمد سعد؟ لا ما صدقهاش دي. جاوز الرقم القياسي وكسر الرقم القياسي بتاع مسلسل لو تفتكروا ملوك الجدعنه، لانه كان محقق لحد السنه دي كان محقق اكبر نسب مشاهده على الاطلاق. ده كاسر نسب المشاهده فوق دماغ المشاهدين. لا وكمان ايه، ده متخطي مسلسل ملوك الجدعنه اللي هو كان بطوله عمرو سعد برضو ومعاه مصطفى شعبان. ده انا اللي هيتكلم معايا هدغدغ نسب المشاهده فوق دماغه ايا كان بقى هو مين. النهارده النسب طلعت وبتقول بما لا يدعو مجالا للشك. بما لا يدع مجالا للشك، بس احنا مش شاكين. مين قال كده؟ اي نعم، يعني في بتاع 3-4 فنانين كل واحد فيهم بيقول ان هو رقم واحد، بس عادي. احنا بس مستنيين احمد العوضي اخر رمضان لما يجيب لنا بقى احصائيات جوجل، ويقول لك شركه جوجل اصدرت بيان بتقول ان علي كلاي تخطى بريكنج باد في نسب المشاهده. مسلسل الافراج هو الاعلى على الاطلاق خلال تقريبا 10 سنين فاتوا. شكرا ليكم، شكرا. انا مهتم كنت اطلع اقول دليل لسبب مهم جدا، ان المسلسل ده بالذات احنا حاطين فيه مجهود ضخم جدا علشان نعمل دراما كلاسيك تكون مرضيه لكل انواع الجمهور، تتفرج عليها كل اطياف الجمهور. احنا صارفين فلوس ومعانا احصائيات وسكريبت ومعانا قصه بتاعه عمرو سعد شخصيه، واخد بال حضرتك؟ وكمان ايه، عاملين حاجه جديده. واحد بتحصل عليه مؤامره من عصابه شريره بيقتلوا مراته وبناته، واخد بالك انت؟ واخوه بيطلع متورط في الموضوع ده، وبنكتشف مفاجاه كبيره جدا ان زعيم العصابه يبقى قريبه اللي هو عامل فيها طيب. اظن دي حاجه ما شفناهاش غير 580 الف مره في التاريخ، بس المره دي مختلفه. ليه؟ عشان احنا معانا ورق ومحللين عند 3 شركات والعينه بينه، واللي مش مقتنع يجي يحلل هو. واحنا كنا واقفين عند يونس لما دخل على عباس وشداد وقال لهم ان عوف سلم نفسه للاسم واعترف ان هو اللي قتل مراتك وعيالك يا عباس يا ريس، يوم ما شربك مخدرات وشككك في نسب بناتك، ودخلت لقيتهم الحمد لله مراتك مقتوله وللاسف بناتك مقتولين، وخدوك جرجروك بالبلوفرات الغريبه بتاعتك دي ودخلوك السجن واتهموك فيهم، وخدت 12 سنه علشان بس اكتشفوا انك كنت شارب مخدرات يومين. علي بيتفاجئ بقى، يعني ابويا اللي انا عمال اغلس عليه من اول المسلسل طلع بريء. لما انا هغلس على مين دلوقتي؟ طيب يعني انتوا متاكدين ان مش هو اللي قتل؟ طب ما يمكن يساعد عوف، ما انا عارف انا البلوفرات دي. يعني عوف هو السبب في كل ده؟ هو السبب ان بابا دخل السجن؟ تخيل يا ابني، عيله زباله. وطبعا بقى شداد متضايق ان علي بدا يتعاطف مع عباس، ما هو كان عايز ياخده ليه لوحده. انت يا شداد عايز تاخد الواد واخد اخت عباس وابوك ناصب على عمك، انتوا ايه ده؟ هتلر وموسوليني ما وصلوش للمرحله دي في الشر، ولا وصلوا؟ لا بس كنا عارفين انهم اشرار. والظابط ده اللي تقريبا ما فيش غيره في مصر، واللي جاي تعترف دلوقتي. صحيح يا عوف، ايه الرخامه دي؟ يعني انت سايب اليوم من اوله وجاي تعترف دلوقتي؟ شفت الباشا بيخلص. عوف بيقول للظابط ان وفاء هي السبب، هي اللي زقته انه يخون عباس اخوه عشان هو كان بيحبها، وامها الله يسامحها بتعمل اعمال للناس وتدفنها في قلب الميتين. انت هتستهبل يالا، اعمال ايه وزفت ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ طب والميتين اللي بيتدفن فيهم الاعمال ده عادي يعني؟ في حاجه تانية عايز تقولها؟ لا هو مش عايز يقول حاجه، بس هو بيغني راب، ممكن يغني لك. وشداد الغلبان الاصيل الاخ الكبير الحنون بيروح لعوف علشان ما ينفعش يسيبه يعني في الظروف اللي هو فيها دي. ايه يا اخي، في ايه يا اخي؟ يعني عاملين حادثه ومخبوطين بعربيه، انت ايه حكايتك؟ ومضروب طلقه في كتفك، انت واكل ايه؟ يبقى عندك فرصه تهرب وما تهربش، ضميرك ما وجعكش 12 سنه وجاي ينقح عليك دلوقتي.
والله يا شداد لسه بقول له يلا يا ابني بقى عايزين نروح. 12 سنه ضميرك ما وجعكش وجاي تعترف النهارده الساعه 12 بالليل؟ طبعا شداد بيطمن ان عوف ما يعرفش اي حاجه عنه وان هو الراس الكبيره، وعوف اصلا في الشوليتي خالص يعني ولا بدريان باي حاجه. يلا سلام عليكم. هيروح بقى يصلي، يعني هيلاقي حاجه يصليها دلوقتي، ما نشوف بس هو بيعبد مين. والحاجه ام عباس بقى قاعده ماسكه صوره عوف وبتعيط عليه. ما هي شغلانه بقى، كل شويه تحصل لها مصيبه مع عيل من عيالها تخليها تعيط. الوليه هيجي لها جفاف. يعني من 12 سنه اتقال لها ان ابنها عباس قتل مراته وبناته ودخل السجن، فقعدت تعيط وفضلت 12 سنه بتعيط. طلع عباس، فرحت شويه، جالها ابنها عوف وقال لهم ان عباس ما قتلش مراته وبناته، فبقت بتعيط على السنين اللي ضاعت من عمر عباس وعلى مراته وبناته اللي ماتوا. وبعدين راح عوف داخل عليها بقى وقايل ان هو اللي قتل مرات عباس وبناته، فبقت بتعيط على مرات عباس وبناته وعلى عوف اللي طلع قاتل مرات عباس وبناته وهياخد اعدام. انت جبل يا حاجه حضرتك. انا اتضحك عليا وحد دسلي ال5 جنيه دي في وسط الفلوس زي ما انت شايفه كده، مغسوله ومقطوعه وانا مقهور بسببها. بس والله الارقام باينه، يعني عادي ممكن تعدي. نعم مش باين منها اي حاجه تانية بس شغاله. هو السؤال بس اشمعنى العمله دي 5 جنيه تحديدا اللي بيحصل فيها كده؟ وكمان بداوا ياكلوها. معلش يا حاجه بقى شغلتك بمشاكلي، ما اللي يشوف بلاوي الناس. الباب بيخبط بقى، فام عباس بتقوم تفتح فبتطلع كراميلا، فالحاجه اول ما بتشوفها بتروح واقعه من طولها. يا حاجه يا حاجه ما انت بقالك 12 سنه بتعيطي، وقبل ما كراميلا تيجي بقالك شويه قاعده ماسكه صوره عوف وبتعيطي. حبكت اول ما ندخل يغمى عليكي. ده ايه المصايب دي؟ ده انتوا عيله غريبه. عباس بقى اول ما بيشوف عوف بيبقى عايز يروح يطبق في زمانة رقبته، لكن يونس بيمنعه. سيبوني عليه، سيبوني اقتله قبل ما يعدموه. وكراميلا بتجيب دكتور للحاجه ام عباس. يا دكتور اوعى تقول المدام حامل، ما مش اي حاجه وخلاص يعني. حد يكون بيعرف يركب كانولا؟ انا بعرف اركب كانيولا. يا سبحان الله محاسن الصدف. شوف الشخص الوحيد اللي دخل على ام عباس قبل ما يغمى عليها بيعرف يركب كانيولا. طب ما تركبي لنا كده ورينا. كتر خيرها كراميل انا جاتتني. يا حاجه انت في ايه ولا في ايه؟ وقت زهوجه ده. شداد بقى في المقر بتاعه اللي بيزور فيه فلوس واقف مع شريكه وبيقول له انه لما يغبوا على البنك، تقريبا بقى هم عايزين يغبوا على البنك ياخدوا الفلوس الاصليه ويحطوا الفلوس المزوره ومش هيحتاجوا اي حاجه تانية بعد كده. فبيخش عليهم شداد بقى وبيسالوا مين الحمار اللي كان سايق لما عملنا الحادثه. الواد صالح كنت صور. ما لقيتش غير ابن الكلب ده كان هيموتني. الواد دخل فيا كانه عايز يخلص مني بلاد. لا ما هو عايز يخلص منك بجد، بس احنا مش قايلين. ما شاء الله انت محبوب. شحنة النقد الأجنبي هتدخل المطار هنا، هنبدل ده بده، ناخد احنا الميري والبنك السويدي يلبس باكورة إنتاجنا. عقبال ما البنك السويدي يجمع إنه أكل الجبنة نكون احنا طلعنا بكام يا عم شارون؟ تمام يا معلم. 2 مليار دولار. انت شداد، انت اللي عاوز تسرق احتياطي النقد الاجنبي اللي موجود في مصر. ليه يا ابني احنا ناقصين؟ مش كفايه طبق بلح الشام بقى ب 20 جنيه. وعباس بقى بيكافئ كراميلا على لطفها واصلها ومواعيدها الغريبه، وبيعزمها فوق السطح وبيجيب لها برتقال. الضابط اللي مفيش غيره بقى جايب ام وفاء وابوها وبيقول لهم انهم لاقوا مع وفاء الله يكحمها مطرح ما غارت ازازه سم. احنا لقينا في الاحراز الخاصه بمتعلقاتها الشخصيه ازازه سم، ومن نوع مش موجود غير في مخازن وزاره الصحه. تقدري تقولي لي كانت شايله معاها السم ده ليه؟ والاهم جابته منين؟ من مخازن وزاره الصحه. ما حضرتك لسه قايل. ما احنا بنستعبط باشا. انت ما شاء الله واقع مع اوسخ 2 في المنطقه. ملاحم بيجي بقى باعت ناس علشان يخطفوا كراميلا، اصله بيحبها قوي. زي ما خرجت من بيت ابوها تدخل بيت جوزها معززه مكرمه والا. فلسطين حره شرايين الكلب. عباس لما بيوصل كراميلا وبعد وصله من السهوكه والنحنحه بتنزل كراميلا وعباس بيبص كده بيلمح حركه غريبه في المكان. وفي نفس الوقت حاجه ام عباس رايحه للاخ موسوليني البيت وبتقول له انا عايزه الحق والمستحق وال50 50. انا عايزه حقها. مش خايفه من الفضيحه؟ فضيحه ايه يا حاج موسوليني؟ ربنا ما يجيب فضايح. يخرب بيتك يا خالتي ام عباس، انت عملت ايه؟ وبنعرف ان موسوليني شكله كده واكل حق اخوه في ورث ابوهم، والحاجه خايفه من الفضيحه. جبتي وانت بتعيط بتقول لي يا ساميه عايزه الم لحم ولاد اخوي. حاج موسوليني رحت لها وانت بتعيط يا موسوليني وقلت لها عايزه الم لحم اخويا ولما حاجه ولا انت رفضتي؟ صادق ونيتي صافيه وزي الحليب. انت بقى اللي رفضت تديني حقوق شرعيه. حقوق شرعيه ايه يا حاج موسوليني؟ انت لو قلعت الطريقه دي هتقع من طولك. يعني انت يا طنط جوزتي موسوليني وحاول ياخد منك حقوق شرعيه؟ يا راجل انت في ايه؟ انا حقي هاخد كامل ونكمل. لما خدتوش مني في الدنيا هاخده يوم الحق. يوم حق ايه يا خالة ام عباس؟ حاج عليان وابنه ملحدين تقريبا، مش كده يا موسوليني؟ اموز. عباس بقى لما بيحس ان في حاجه غلط بياخد كراميلا وبيقول لها ما تروحيش. هبقى افهمك بعدين.
الحقوا يا رجاله دي ما نزلتش. خد عباس ولا بيبسي يلا. اللي عاش في السجن سنين بيحس بالتغفيله قبل ما تحصل. حاجه كده زي السبايدر سينس، الواحد لما بيخش السجن بيطلع له قرون استشعار، بيحس بالخطر رغم ان هو شافهم اساسا وما حسش بيهم. يعني انت كنت عاوز تشوفهم وهم رايحين قدامك كده داخلين يخطفوها وتعمل عبيط مثلا. وعباس بقى بياخد كراميلا البيت عشان تبات معاهم، وبيجيب لها ستاره عشان تنام بيها. شفت الناس اللي انت هربت منهم دول ما عرفوش يموتوكي، الجلابيه دي هتموتك ان شاء الله. وعلي بيروح لابوه علشان يعتذر له منه، يعني كان بيرخم عليه وبيغلس عليه وقال له انت اللي قتلت امي واخواتي وبكرهك بكرهك 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 وبحب شداد عشان بصراحه معاه فلوس وانت فقير. ايه العيشه الحقيره اللي انتوا عايشينها دي؟ يا رب بيتكم يجي له قرار ازاله. وكراميلا بقى فرحانه وهي قاعده في بيت عباس وبتشم في هدومه. ولسه لما اجيب لك البلوفر هتستمتعي. موسوليني جايب شداد ابنه وبيقول له يبعد عن البت عايده ويبعد عن الواد علي، ده مش من صلبك، هتدخل واد مش من صلبك علينا المملكه. يهوب ناحيه المملكه اللي انا عملتها دي. الحاج عليان الملك الحقيقي للممالك السبعه. وموسوليني بيكلم شارون، تخيل المكالمه عامله ازاي، وبيقول له يقتل الواد علي ابن عباس الرئيس. الله، الناس دي شايفاني ازاي كمان اسم شارون يعني. وشداد هو كمان بيكلم شارون. عايزك تحط عينك على عباس اليومين دول. الله يا جماعه مش كده يا جماعه، ما تدوش الراجل معلومات متضاده، يعني خلوا باله من عباس ولا يقتل علي ابن عباس. اتفقوا بقى، اتفقوا، دمكم بقى تقيل قوي. وعباس بيوصل ابنه المدرسه. ينفع بقى تمشي عشان شكلي قدام زمايلي؟ ايه ده علي، انت مستعار من البلوفر بتاع بابي؟ ده سر القوه ده، زي البدله بتاعت باتمان كده، ولا بدله ايرون مان؟ صحيح بدله باتمان دي بتعمل ايه؟ عباس قاعد على القهوه مع المحامي الكهربائي ده وبيفتح السيره مع يونس وبيزوم عليه وبيزعق له جامد وبيقول له انت اللي كنت جاي لي من زمان علشان تتوسط بيني وبين الناس المهربين اللي كانوا عاوزين يدوني رشوه. وبيساله مين اللي وزك؟ صالح خنسوه. صالح كنسوه الميكانيكي؟ لا نروح نضربه بقى، لا نروح نضربه هو واخوه. جيتوله وهو لابس البلوفر وفي عز قوته، انتوا اللي جبتوه لنفسكم بقى. صالح بعد ما بيتضرب بيقول له تضربني بجد؟ ده انا فاكرك بتهدد. وبيقول له ان الناس جم من اسكندريه وعرضوا الموضوع ورجعوا تاني واختفوا من ساعتها. وعايده واقفه مع شداد وبتقول له لازم الكل يعرف يا شداد، اخويا عباس لو عرف هيتوينا، وما تقوليش ما حدش هيمس شعره منينا عشان انت اجرع. وانجي بتيجي عندها مشكله من مشاكلها التافهه محدش يهتم يعني، وبتشوف عايده فبتقول لها عايده، لا عايده موجوده نغلس عليها بقى. عارف ان الست اللي بتنظف ما كانتش النهارده؟ ممكن معلش تروحي عندنا على البيت وانت راجعه بس تروقي الدنيا عشان الدنيا مبهدله خالص. ايه يا انجي انت ليه الدنيا على طول عندك مبهدله؟ انت بترجعي في المكان؟ احنا لو مربيين معزه في الاوضه مش هتعمل كده. وبعدين ما انت عايده اللي على طول تيجي في وشها، ما خلاص بقى اول ما تشوفيها جاي يمشي بعد كده هتشوفك هتقول لك عايده ممكن بعد كده تشطفيني. انجي بقى بتشوف عباس بعد ما خلص الخناقه، بص بقى نظره الانبهار دي، ده هبل بقى. كان نفسي اتفرج. ربنا يحميك الهبلك يا بنت، اموت واعرف عليان جابك ازاي، ده موسوليني شقي برضه مش سهل. كريمه بقى بترجع بيتها بتلاقي شارون عندهم. تعالي يا كريم، تعالي يا اختي سلمي على سي شارون بيه، والنبي ده زي العسل. ما شاء الله، انت يا حاجه تعالي سلمي على سي شارون بيه، جايبني مستوطنه عندنا هنا في طنطا، انتوا عادي كده. عباس بقى بيجي يطب على عايده وهي مع شداد، وطبعا بنفتكر انه هياخد موقف لكنه ما بياخدش موقف ولا حاجه. عباس بيقول لشداد عاوزين بقى نمرمط الواد علي شويه، ها مدارس الاجانب اللي انت موديها له دي مش هتنفع، الواد لازم ينشف يا شداد، يروح مدارس حكومه كده وينط من على السور ويسرق الاقلام والمساطر والاساتيك والفطار من زمايله، ايوه، ويروح المدرسه ويتعلم البلطجه. زكي ابو وفاء بيحاول يعمل زبيبه صلاه. كل ما اعمل كده دي تحمر، المفروض الزبيبه يسود يا بني. عم زكي فكر في كل حاجه ممكن تخليه يعمل زبيبه الا انه يصلي. كالعاده عباس قابل شداد وقعد يقول له بلاش تصرف على الواد ابني، بلاش تجيب له هدايا. فالواد ابنه بيجي فشداد بيدي له هديه. موت بغيظك يا عباس. ايه بقى الهديه؟ درون. شداد جايب للواد درون، على فكره الدرون محتاج تصريح من وزاره الداخليه، عشان كده ممكن يعتبروه جاسوس. وانا هبلغ. صالح قنصوه اللي عباس لسه مروقه في الورشه بتاعته جايب منديل وبخاخه مخدر ومستني علي في بير السلم. يا ساتر، ده التقديم مش يا معلم، الموضوع ده خلص من ايام رايه وسكينه، ايه اللي بتعمله ده؟ لكن عباس بيتدخل وبينقذ الموقف. عباس بيدخل على ابنه علي وهو بيركب الدرون عشان نتجسس بقى على ام عبير وعلى عبير بنتها، وكالعاده بيقعد يقول له يا ابني
انا عايزك تنشف لما تكبر، عشان لو كبرت وانت مبلول كده مش حلو علشانك، ممكن تكمكم. وعاوزين نرمي البتاع ده قبل ما حد من الداخليه يشوفنا. وبيبص بقى قدامه كده وبيقول اوعى تخسر ضميرك يا ابني، اوعى تخسر ربنا. ممكن تخسر اي حاجه الا ربنا، علشان لو خسرت ضميرك مش هتكسب اي حاجه، وهتخسر الناس اللي بيحبوك، لكن في مقابل ايه؟ رضا ربنا. ضميرك يا ابني اهم حاجه، ضميرك اهم حاجه، المبادئ والاخلاق. ايوه كمان. شداد بقى بيعرف ان بن جوريون كان بيحاول يخطف الواد علي، وبيقول له انت بتاخد اوامرك من موسوليني، ما تاخدش اوامرك من حد غير يا مشرف. عايزين تقتلوا الواد اللي انا بحاول اسرقه من ابوه، انتوا ايه؟ مفيش ضمير؟ ما تعرفوش ربنا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وانا بعد اللي عملته وهعمله وبعمله مش هيبقى لي غير الدنيا وزينتها. ده تصالح غريب مع ان الواحد يكون داخل جهنم. انجي بتكلم عباس وبتقول له ان الشباب السخيف ده واخدين منها مفتاح العربيه ومش عايزينها تمشي، لكن هم بيتهوروا بقى وبيرفعوا عليه مسدس لعبه، وواقفين ومعاهم ازازه خمره. ده ايه المباشره دي يا جماعه؟ تحس ان احنا في كرتون اطفال. ده شاب خمرجي معاه ازازه خمره، بيعمل حاجه حرام هيخش عليها النار. الخمر حرام. بارك الله فيك يا اخ عباس. وشداد بيروح يتخانق مع ابوه موسوليني وبيقول له يا موسوليني بتلعب من ورايا يا موسوليني؟ مش كفايه اللي عملته في هتلر؟ والسبحه اللي في ايدك دي ايه؟ آلة حاسبه ها؟ بتعد عليها مش بتسبح. علي لا اخص عليك، الواد انا معلمه يكره الناس كلها. بيحب ليه علي ده؟ هو علي الحجار يعني؟ وبيجي يوم محاكمة عوف على كل ما ارتكبه من جرائم وقتله لزوجة عباس الرئيس وبناته. هذا المجرم. انت جبل يا حاجة. الاعدام شنقا. لا اعدام ايه يا جماعة؟ ما كانوش 3 تنفار ماتوا. يا امي الحقيني. عباس ما تبقاش قفوش كده. عباس يا عوف ده انت ممل ملل. ايه يا عباس اسمعني، ما تقول. انت لو قلت حاجه مهمه من عندك وهو سمعها هيقف ويروح يسمعك. برضه على السطح قاعد يقول لك عباس الرئيس مش هو اللي قتل مراته وعياله، عباس الرئيس مش هو اللي قتل مراته وعياله. ما تقول يا ابني مين اللي قتله. انت لو عايز تعترف بحاجه ما تعترف وتخلص. عباس بيرجع البيت بيلاقيهم قاعدين بيعيطوا. بتعيطوا على مين؟ على عوف؟ على عوف؟ لا انت اكيد ما بتعيطش على عوف. بيقول لها ايه يا اما عوف ده اللي قتل مراتي وبناتي، وانا دخلت السجن 12 سنه علشان لقوا مخدرات في دمي. وبعدين كفايه عياط بقى، السجاجيد اتبلت. الحاج عليان بيكلم ابنه شداد وبيقول له انا قررت اكتب الوكاله ومخزن العزبه شركه النقل مش بيمشي. انجي مين يا موسوليني؟ ده كان في 3 شباب واخدين منها مفتاح العربيه وهي مش اكتر من حاجه. يعني لو كتبت الحاجه باسمها ممكن حد ياخدها منها. الكلام ده مخالف للشرع. لا يا راجل، مخالف قوي يعني ولا ممكن يعدي؟ انت مش ممكن يا بجح. ده انت بتكلمه وحواليك مكنه تزوير يا بجح. بقيت تتكلم في الشرع دلوقتي. دي خربت بقى، شكلك بتصلي. فاطمه 4/6 المصوراتيه بتوري عليا صوره قديمه لامها ايام لو النبي يا عبده، وابوها الله يرحمه عباس ما ورثش منه غير البلوفرات، وبتديها كمان شرايط نيجاتيف لعيلتهم فيها ذكريات العيله. بالليل متاخر بقى والناس صاحيه في المنطقه عادي مفيش حاجه والدنيا منوره ولا كاننا في العيد. حرامي بقى بيجي وبيسرق العربيه العهده اللي عباس واخدها. السلام عليكم عم حمدي حبيبي. عباس وعايده وكراميلا قاعدين بيتفرجوا على تاريخ الحاجه ايام ما كانت موديل. وبعدين عباس بيشوف شريط النيجاتيف وبيلاحظ ان في حاجه غريبه. في حاجه غريبه. ايه يا خالد عملتي ايه انت والحاج الله يرحمه؟ وبينزل عباس علشان يوصل كراميلا فما بيلاقيش العربيه. كل النور اللي في الحاره ده ومحدش خد باله ان العربيه بتتسرق. وبينده بقى عم جنيدي وبيقول له اللوكيشن فاضي ليه يا عم جنيدي فين الناس؟ وبيروح القسم علشان يعمل بلاغ ان العربيه اتسرقت وفيها بضاعه كتير قوي ودي عهده بنص مليون جنيه. فبيجي حضره الضابط الوحيد اللي في المنطقه ربنا يكون في عونه وبيقول لعباس يلا بينا يا عباس انت متقدم فيك محضر انك سارق العربيه بالعهده اللي فيها هيا بنا. وشداد بيعرف بقى وطبعا هو اللي مدبر الموضوع ده فبيتكلم قدام علي علشان يقول له ان ابوك طلع حرامي. انا عارف ومتاكد ان هو، بس تقيل عليا قوي ان انا اروح اواجهه واقول له سرقتني ليه يا صاحبي، عشان يعرف يعني ان ابوه اي نعم طلع بريء من موضوع القتل لكن حرامي. حاجات ايه؟ السجن مع الحراميه يخليك مش كويس؟ لا مش شرط يا علي. طب ما انت صغير اهو وما اتسجنتش ومش كويس. وشداد برضه ما دخلش السجن ما قعدش مع حراميه هو وابوه موسوليني والاتنين زي ما انت شايف كده هي جينات في العيله. وطبعا شداد بقى بيلبس الوش التاني بتاع الحامل في الوديعه وبيروح للمحاسب ويقول له انت ازاي تعمل محضر في عباس اخويا وصاحبي وتتهمه ان هو اللي سرق العربيه. انا طبعا ما صدقش الكلام ده. يلا بينا نطلعه. وطبعا عابد قنصوه اخو صالح قنصوه ومناحم بيجن هم اللي سارقين العربيه وبيقطعوا
وقطعوها. وشداد بقى بيخلص الموضوع علشان يخرج عباس. ايوه امال ايه؟ وانت اخويا بالنسبه لفلوس البضاعه العربيه ولا يهمك. ان شاء الله هنسويها بصفقة التزوير الجديدة ولا ايه؟ كله يهون الا الحب الحقيقي. وشداد بياخد كراميلا علشان يروحها، وعوف في السجن بيجيبوا له البدله الحمراء وهو بيقول لهم لا بدله حمراء لا، انا زملكاوي، هاتولي بدله بيضه بخطين حب. كراميلا بتروح عند صاحبتها بتلاقي امها موجوده في البيت وتقول لها انت دايره الصرماحي وبايته بره البيت، هو احنا كمننا يعني بعتينك القاهره تشتغلي رقاصه قومي تنحرفي؟ احنا هنجوزك لاسمه ايه ده العادي حبيب ابن متشولح ده. انا منك ده ايه ده، احنا فلاحين يا فنان، احنا بس قبل ما تهرينا في بلدنا هنذبح. يخرب بيتك يا حاجه ما يبانش عليكي، عامله فيها غلبانه وانت سيريال كيلر. عباس مع فاطمه بيحمضوا النيجاتيف، ولما بيظهر بيلاقيه مش صور بني ادمين، دي صور عقود شراكه بين ابوه والحاج موسوليني. شراكه يعني انا ابويا هو هتلر؟ ماشي يا شداد يقرع. وفاطمه بتقول له ان جوزها الله يرحمه كان بيستخدم الكاميرا اللي ابوك الله يرحمه جابها له في تصوير المستندات، علشان ما كانش فيه مكان تصوير مستندات ساعتها، اصل الورق اللي في ايدك ده من ايام الاله الكاتبه. وطبعا عباس بمنتهى الحماقه ما بيشكش يعني لما بيشوف ورق شراكه بين ابوه وبين عمه ومحدش يعرف حاجه، وبيروح يحكي لشداد. او متوقع بقى ان شداد يقول له ايه ده احنا طلعنا شركاء، طب استنى بقى خد نصيبك بقى، خد نصيب، انت عبيط يا ابني، ده انا ما شفتش في حياتي هدف اسهل من كده. وعباس بقى بيرجع لامه وبيقول لها بقول لك ايه يا امه، انت مخبيه علينا ايه غير الصور القبيحه اللي احنا شفناها؟ والله العظيم يا حبيبي انا كنت خايفه عليك، انت كنت صغير يا ابني. لا يا حاجه ما تتطوريش، بس هو قصده على الشراكه اللي بين ابوه وعمه مش القرف اللي كنتوا بتعملوه انت وعمه. وبيغمى عليها خطه في منتهى الذكاء. ده ايه العيله النكد اللي شويه في الاقسام وشويه في المستشفيات دي؟ وشداد بيروح علشان يطمن على الحاجه وبيقول لعباس بالاماره انا كلمت الحاج موسوليني على موضوع الشراكه ده وقال لي يا ابني مفيش الكلام ده. قال لي فين عباس يا عم يجي ياخد تلت الهم اللي عندنا. انت كداب، انتوا بتتخانقوا على الزيتون والجبنه في الفطار يا شداد، انتوا عيله زباله. وكل لما حد يكلمه يقول له ما حدش هيقرب من مملكتي، فاكر نفسه عليان الثاني عشر. وعوف اتحاد الكوره غصب عليه يلبس الاحمر غصب عنه، وعوف بياخدوه علشان خلاص هيعدموه. مظبطين الحبل بقى ولا هتقرفونا؟ وعباس بيروح علشان يستلم متعلقاته اللي كنا بنشيله على كتافنا وهو عيل هنشيله على كتافنا لاخر مره. يا عم بس بقى انتوا ايه ما بتزهقوش؟ وشداد استكمالا للشر اللي بيعمله بيدي حد فلوس علشان يدسها لعباس. هتحطها في صندوق قديم اللي بيها يبان ان الفلوس دي بقالها كتير في الصندوق. تمام. يخرب بيتك يا يونس. يونس انت مع مين يا يونس؟ والدوشه اللي انت عاملها دي وعليا الطلاق وطلعت واطي في الاخر. والجماعه في البيت بقى عاملين عزا بس لسه ما اتفقوش هو ده عزا عوف ولا عزا بنات ومرات عباس الله يرحمهم. بص هو عزا وخلاص، اللي عنده حاجه يعيط عليها يعيط. وكراميلا بتيجي علشان تجامل، ما يلا بقى ما عندهاش شغل ولا اهل. جت هي اللي هتفكوا، تعالي حبيبتي. حبيبي عباس جايبين له نسوان عشان يخففوا عنه. وبتيجي بقى لحظه الاعتراف. بس انا بحبك. ايه يعني ما انا كمان بحبني بس انا اتحبس. وعايده عند شداد بتنيم الواد علي وفجاه بتقع من طولها. ايه الكهن بتاع العيله ده؟ دي عيله كهينه بنت وامها. في ايه؟ انتوا عايزين توصلوا لايه بالظبط؟ عباس بيبص في الحاجه بتاعت عوف فبيلاقي ورقه جواب. عوف بيقول له فيه انا عباس ما قتلتش ابتهال ولا قتلت بناتك. يا دي النيله. وبعدين في الواد المتردد ده حتى بعد ما مات عوف بقى بيحكي في الجواب انه كان واقف بيراقب يوم الحادثه المشؤومه، واول ما ام البنات دخلت تنام البنات في حد من جوه قفل الباب كان مستنيها وبدا يغزغز فيهم وخرج علشان يموت البنت اللي فاضله. فعباس دخل المكان وهو بيتطوح من تأثير المخدرات، فالقاتل دخل على البنت اللي فاضله وراح قتلها وحط السكينه في ايد عباس. يلا سلام عليكم. طب اطفي النور طبعا عشان الكهرباء يا قاتل يا مجرم. خد عوف يلا ولا. فعوف بيجي بقى وبيتصدم من المنظر وبعدين بيطلع يجري من غير ما يطفي النور. الحيوان موت وخراب ديار. وبيقول له ان وفاء هي اللي وزته على كل ده واداها المفتاح اديته لواحد اسمه شارون. في نفس الوقت مشرط بتاع بكار عامل فيها ملك الرومانسيه وبيحاول يقنع كراميلا انها هتيجي معاه. وعباس بيروح الفندق بتاع شارون وعايز يعرف مكانه فين وبتاع الكاميرات بيشاور له عليه. عباس بقى بيشوف شارون في الكاميرا وهو واقف مع كراميلا وكراميلا مش عاوزه تدخل، فشارون بيحاول يقنعها بقى يلا انت مش عايزه تقتنعي ليه؟ انا بحبك قوي. فعباس بيدخل عليهم وبيقول لها يا خاينه بتخونيني. عايزه تغفليني تاني؟ بتغفلك ايه يا عباس؟ يا عباس بطل غباوه بقى.
يعني انت لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتفهم، مش سامع يعني صوت الزعيق والصريخ؟ عباس بيضرب شارون وبيسأله مين اللي قتل مراتي؟ مين اللي قتل بناتي؟ انت بقول لك. وشارون بقى بيهرب من عباس وبيطلع على السور، رجليه بتفلت، بيقع من فوق السور وبيتعور وبيخر دم. وكراميلا بتهرب من المكان. شداد بيجيب دكتور لعايدة وبيقول له مبروك المدام حامل. بتقول ايه يا دكتور؟ لا بقول لك حامل، ما تشككنيش فيك، انت الحموضه كانت مبهدلاك الفتره اللي فاتت والحمد لله حليناها. يلا يا اولاد هيجي لك طفل يتبول عليك يا شداد، وبصراحه انت تستاهل. كالعاده بقى عباس علشان يجلطني بيروح لشداد وبيحكي له اللي حصل، وانه عرف ان مش عوف اللي قتل مراته وبناته، وان في عصابه كبيره قوي ورا اللي حصل ده. تعالى كده وبالراحه احكي لي كل حاجه. ما يحكي لك، هو انا ليا غيرك يا شداد؟ حبيبي. شداد بيروح الفندق وبيسحب الهاردات بتاعه الكاميرات، وشارون بقى الله يحرقه مطرح مغار. وشداد بيروح علشان يفرح بابي ان عايده حامل من مين يا حامل مني؟ ايه الكلام الماسخ ده يا حاج موسوليني؟ ما بقول الحمد لله بياخد فوار دلوقتي والموضوع جايب نتيجه ما شاء الله. قلت لك ما يبقاش عندك نقطه ضعف، وانا دلوقتي عاوز اخلصك من نقطه الضعف دي. اسمع كلام بابا يا شداد، ما ينفعش يبقى عندك نقطه ضعف، تبقاش ضعيف. على جانب اخر بقى شارون لسه عايش، شوف الصهيوني ماسك في الحياه ازاي. كراميلا بقى وهي قاعده حزينه علشان عباس بيشك فيها، بيجي لها استدعاء من المباحث. استدعاء من مباحث القاهرة للتحقيق في شبهة جنائية. شبهة جنائية؟ يبقى عرفوا يا حاجة انك عاوزة تذبحي بنتي يا سفاحين يا ولاد الكلب. عباس بقى بعد ما رجع شغله في الجمارك قاعد بيقلب في الدفاتر القديمة حرفيا في الارشيف، وبيوري مؤمن زميله ازاي المهربين بيهربوا الحاجات اللي بيهربوها المتهربة. هو عنده اصابات شديده في العظام وفي الرقبه والضلوع. طب وقاعد ايه رخامة يعني يا جدع؟ ايه التناحة اللي انت فيها دي؟ وشريك شداد بيروح لصالح قنصوة وبيقول له الجماعة عاوزينك، الراجل الكبير عاوزك انت تحديدا. وعباس بقى راجع بيته شايل ومحمل بعد ما خد مكافأة في الشغل تعويضا يعني عن المرمطة وتسويق السمعة والعيشة الزبالة اللي كان عايشها. وبيجيب للواد علي البلاي ستيشن ال5. ازاي؟ ايه ازاي؟ ايه التناحة دي؟ حرامي. طب ما شداد مزور وعمال يجيب لك في حاجات وعمرك ما سألته ازاي. وكالعادة يعني الفرحة ما ينفعش تدخل السطح. ام عباس بتقعد تعيط على اللي راح، اللي اتقتلوا واللي قتلوا واللي اتسجنوا واللي اتعدموا، واحنا بلينا المشاهدين دموع. يا حوستي السوداء يا يما، يا حوستي السوداء يا يما. عيطوا يا جماعه، عيطوا من قلبكم. كراميلا في التحقيق بقى بتقول لحضره الضابط الوحيد ان شارون الله يرحمه ويجحمه مطرح مغار كان خمرجي وتقريبا كده انتحر. جبت التاكيد ده منين؟ بس هو كان رومانسي شويه حضرتك، يعني كان بيحبها. فهي بتقول لهم بقى حللوا له يا باشا هتعرفوا انه كان شارب جميع انواع الخمور حتى منقوع الصرم. بس هو ما ماتش بجد والله، مش عايز يموت ابن الصرمه. صالح بقى بيتفاجئ ان شداد هو زعيم العصابه، وشداد جاي علشان يقول له ان خلاص شارون جات له اصابه قعدته في المستشفى وانت هتنزل مكانه، وبيديله فلوس علشان اول عمليه هيعملها هي انه يروح المستشفى اللي فيها شارون ويدخل عليه ويحقن له المحلول ميه سلطه بس هو يموت يعني. وشداد في البيت عند عباس بيطلب ايد مراته اللي هي حامل منه الاخت عايده، ولو مش عايزين انتوا احرار الموضوع يبقى في وشكم انتوا، كده كده هي حامل مني. اول واحد في الدنيا رايح يخطب مراته او اللي هو فاكر انها مراته يعني. الحاج شكوكو بقى اللي انت لابسه ده جايب شداد وبيفرجوا على الذهب والياقوت والمرجان والفلوس والخزنه. يا نهار اسود، امال مقبره الاسكندر فيها ايه؟ وبيقولوا الفلوس دي انا عملتها زمان قبل ما انت تساعدني، ودلوقتي جاي تقف في وشي وتقول لي ابني. وانا ما عارف بشكلك ده انت شكوكو ولا شفيق جلال ولا ايه حكايتك؟ يا عايده ده المفتاح ده طار الاثنين. هتمد ايدك على ابوك يا حنفي من غير ضرب، انا هديك المفاتيح. الواد ده شكله غشيم وممكن يمد ايده عليا. كراميلا بقى وهي نايمه في بيتها بيدخل عليها واحد شكله مريب كده ولابس جوانتي عشان البصمات يعني، لا مش معقوله يكون حارس مرمى تبقى مفقوسه قوي. وبيدخل علشان يخنقها، هتموت انت كمان ولا هتعملي زي شارون؟ وما تخليش المتعه والاثاره والتشويق اللي موجودين في المسلسل ينسوك ان هو المسلسل رقم 1 بالمستندات والادله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان لما ننزل فيديوهات جديده يجيلك اشعار. كان معكم صبري محروس، ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافيه.